السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة اللي شغلت السوشيال ميديا منذ أيام وما زالت حتى الآن هي حديث الساعة. أرملة أو زوجة الراحل الفنان محمود عبد العزيز وأسرته. خلاف على 100 مليون جنيه تحول من المحاكم إلى السوشيال ميديا إلى توجيه الاتهامات عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية. القصة وما فيها إن الفنانة بوسي شلبي تزوجت من الفنان محمود عبد العزيز من عام 1998 حتى وفاته. اكتشفت بعد وفاته أنها طليقته منذ 15 عام، وهي قضية هي الأغرب. تبادل الاتهامات ما بين الأسرة وما بين ما بين بوسي شلبي وما بين أولاد الفنان محمود عبد العزيز، وهو خلاف نابع عن قطعة أرض ب 100 مليون جنيه بره الإعلان الوراثة. والمستندات اللي ظهرت وشفناها ديت بتؤكد على ان الفنانه بوسي شلبي هي زوجة الفنان محمود عبد العزيز حتى وفاته، لان ذكر الاعلامي عمرو اديب انها كانت بتصحبه في معظم تاشيراته الى دول اوروبا كزوجه، وان جوازها ما زال في ان هي زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وكذلك بطاقتها حتى 2015 يوجد بها انها زوجة الفنان محمود عبد العزيز. ولكن دخول الفنانين اللي هم الاصدقاء المقربين سواء لبوسي شلبي او للفنان الراحل محمود عبد العزيز اكدوا ان الفنانه او بوسي شلبي هي زوجة الفنان الراحل حتى وفاته. ولكن يبقى هنا السؤال: سنرى القضاء يحكم لبوسي ام يحكم عليها؟ وما مصير ال 100 مليون الموجود عليهم الخلاف؟ كلها الغاز. نتابع مع بعض وكل جديد سنوفيه. السلام عليكم.